السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا. رمضان كريم، الله يدخلوا عليكم بالصحة والسلامة وباش ما كتمناو ان شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم السفوف. هاد السفوف ديال هاد السنة هادي مختلف في الذوق ديالو على السنة الماضية. بالنسبة للسفوف ديال السنة الماضية غادي نترك لكم الرابط في صندوق الوصف. بالنسبة للمقادير كنحتاجو نص كيلو ديال الصوجة محمرة، رابعة مخلطة ما بين حبة حلاوة والنافع مصهدين، نص كيلو ديال زرع الكتان، نص رابعة ديال القرفة، كيلو ديال الزنجلان محمر، كيلو ديال الكاوكاو محمر خليت غير واحد شويه اللي خليت القشره ديالو، كيلو ديال اللوز خليته بالقشره ديالو كامله يعني ما حيدتلوش القشره. اللوز هو محمر. هاد العناصر كتشوفوني انا عاملاهم في الساشيات، حيت غادي نهبطهم للطاحونه باش غادي نطحنهم في الطاحونه باش تعلكم مزيان. الا حبه حلاوه والنافع والقرفه والصوجه هادوك ما كيتعلكوش، كيبقاو يعني بودر، ضروري خاصنا نغربلوهم. بالنسبه للدقيق كنحتاجوا الكيلو ديال الدقيق، يعني عملت نص كيلو ديال دقيق القمح الكامل محمر ومغربل، ونص كيلو ديال الفرينه. ضروري غادي نغربلوا حبه حلاوه والنافع والقرفه باش ما يبقاش فيهم داك العظم اللي كيكون ملي كنطحنوا. هنا عملت قصريه جاتني بحال صغيره، ما غاديش تقدني باش غادي نخلط العناصر. عملتهم في واحد البانيو، غنضيف العناصر كامله اللي عندي، غادي ندمجهم بايديا، يعني غير غادي نحاول ندمج هذوك العناصر لاني ما غاديش ندلكم انا بيدي لانني تحرقت في ايدي ملي كنت كنحمر في الاقامه ديال السفوف. غادي غير ندمجهم وغادي نعملهم في العجانه باش تدلكم مزيان. من بعد ما دمجت العناصر عملتهم في العجانه، ضفت لهم نص كيلو ديال السكر كلاصي مغربل، معلقه ديال الملحه، وغادي نضيف لهم 20 درهم ديال البسيبيسه. هي صراحه ما عقلتش على شحال من غرام بالضبط، ولكن عقلت انني خديت 20 درهم ديال البسيبيسه حتى هي طحنتها. وغادي نضيف واحد جوج حبات ديال كوز الطيب، غادي نطحنهم ونغربلهم. وغنضيف ايضا واحد شويه ديال المسكه الحاره اللي غادي نطحنوا مع السكر سنيده، غير واحد المعلقه صغيره ديال السكر سنيده باش نطحن بها داك المسكه صافي. وغادي نضيفهم مع هاد العناصر كامله وغادي نخلي العجانه تدلكم مزيان. من بعد ما دلكت المكونات كامله، ضفت واحد رابعه ديال الزنجلان محمر ورابعه ديال اللوز اللي عملته في واحد الماء غليان، غير طلعت له الغليه صافي قشرت له القشره ديالو وقليته في زيت بارده. هنا بالنسبه للمكونات هادو صراحه يعني العجانه خدمات بواحد الطريقه احسن من انني غادي ندلكم انا بايديا، لانها زادت خرجات لهم الزيت ديالهم. وبالنسبه للزيت اللي ضفت فقط واحد الكاس ديال زيت الزيتون. يعني هاد السنوات كنت كندير واحد 3 كيسان او 2 كيسان، يعني على الاقل ديك 700 ملي اولا 650 مليلتر ديال الزيت. اما هاد المره هادي استعملت غير هاد الكاس، هذا هو اللي عملت ديال زيت الزيتون. صافي غادي ندمج هذوك العناصر كامله. بالنسبه للمقادير ديال اللوز وزنجلان، يعني بحال عملت في المجموع كيلو ربع كيلو ربع، كيلو ديال اللوز وكيلو ديال الزنجلان طحنتهم، ورابعه يعني خليتها باش زينت بها. وهذا هو السوف اللي شاركت معكم. كنتمنى انه نال اعجابكم، وما تنسوناش بالدعم والاشتراك والبارطاج واللايكات. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.